في الثمانينات والتسعينات كانت فما برشا برامج مسابقات تتعدى في العديد من الإذاعات والتلفز العربية والأجنبية. برامج كيما بنك المعلومات من تقديم عمر الخطيب اللي لقى رواج كبير في المشرق. أيها الإخوة العرب في كل مكان، راديو وتلفزيون العرب آرت يحييكم ويرحب بكم في لقائه الأول في برنامجكم، برنامج المسابقات التلفزيوني الجماهيري بنك المعلومات. ولا كما حروف وسباق المشاهدين اللي كان معروف في الخليج. حرف الراء. حرف الراء. حرف الراء، وهذا سؤال أيضا في المعلومات العامة ما أسألك عنه. أقيمت بها أول منشأة للزيت في المملكة. أيوة راس تنورة. سنورة، وأحسنت. وغيرهم من المسابقات اللي كانت تتبث في الإذاعات واللي كنا نحبوا نسمعوها ونشاركوا فيها. ويمكن يا صديقي إذا كانك متجانزي ماكش باش تعرف على شنو نحكي. المسابقات هذه بكل بساطة هي عبارة على أسئلة فكرية واختبارات ذكاء وثقافة عامة اللي كانت هي الترند في وقت من الأوقات. والسؤال اللي يطرح: علاش ما عادش فما مسابقات معرفية، مسابقات تخدم المخ وترتقي بالإنسان وتنمي الفكر؟ يا حسرة، توا البرامج الترفيهية ولات معظمها فرد قالب، يا إما توك شو ولا لما متاع كرونيكورات، برشا هداري فارغة وبرشا إشهار وشوية معلومات مفيدة. حتى وإن كان المحتوى رديء يا صديقي، الجمهور عاوز كده. طلعت ما نفهمش. ثم رقصة اسمها هز شنية الرقصة كيفاش تتمثل؟ فما رقصني يا جدع. هذه موسيقى يعني واحد. هاي حسن ذكرت اياماتك ابارامون. والله تطلبها هذه يا وز. حتى ما تذكرش اياماتي هذه، حتى البهايم يعرفوها كي يتفرجوا في التلفزه يعرفوها.